وهنا عملنا بوريك الافران بطريقة جميلة وحلوة وخفيفة ومكوناتها في كل بيت. تعالوا نشوف عملناه ازاي. مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب يكونوا بألف خير. معاكم ايمي من اكلات بسيطة مع ايمي. النهاردة هنعمل بوريك الافران بطريقة سهلة وخفيفة. معايا هنا نص كيلو دقيق، معايا ذرة ملح، هقلبهم واسيبهم على جنب. في بولة تانية معايا هنا كوباية الا ربع مية، ممكن تخليها كوباية الا ربع لبن. هحط هنا معلقة سكر واحدة. هحط هنا نص كوباية سمنة على زيت، نص كوباية سمنة على زيت. تمام. معايا هنا بيضة، دي اختياري، هي مش في الوصفة، بس انا بحب احط البيض في المعجنات بتاعة الافران. معايا هنا معلقة ونص صلصة، معلقة كبيرة، معلقة ونص صلصة. وهنا الصلصة هتديني لون بس زي بتاع الافران، مش هتدي طعم، ما تقلقيش منها يعني. هقلب المكونات دي كلها لغاية ما تدوب مع بعضها. وهنزل هنا بالدقيق. هنزل هنا بالنص كيلو دقيق. لو مش هتعرفي يبقى 4 مجات من كوباية الشاي، مج الشاي مليانين. وهقلب الدقيق في قلب المواد السائلة دي كلها بالاسباتيولا. يبقى احنا هنا حطينا كوباية الا ربع دقيق، سوري، كوباية الا ربع مية، معلقة ونص صلصة، معلقة سكر، بضاية. وهقلب هنا بقى ربع كوباية مية. انا عاملة تست الخميرة، ربع كوباية مية على معلقة سكر على معلقة خميرة، عشان اشوف اختبر الخميرة كان فعالة ولا لا. شايفين ان هي فايرة وحلوة ازاي، شغالة. لو لقيت الخميرة ما قامتش كده وعملت فقاعات، يبقى الخميرة بايظة، تجيبي غيرها عشان ما تبوظلكيش المكونات كلها. هفضل اقلب فيها كده. وهنا بقى هنشيل الاسباتيولا وهلف الدقيق لغاية ما يختفي. وهتحتاج مني عجن، من حوالي 12 ل 15 دقيقة، لو في عجان 7 دقايق. تمام. انا هنا نزلت بيها على الرخامة، انا الرخامة غسلاها ومعقماها ومخليها زي الفل. تمام. هعجن فيها هنا. وانا هنا المقطع بتاع العجن ده، علشان البنات المبتدئة جديد، العرايس اللي داخلين المطبخ جديد وما بيعرفوش يعجنوا. العجين اسهل منه مفيش. انتوا شايفين العجينة مفتتة ازاي قدامك، بس مع العجن هتشوفيها دلوقتي. هفضل اعجن فيها، هي بس عايزة شوية عضلات، اعجني فيها حلو. واي عجينة عشان تلاقي منها هشاشة وتلاقي فيها اللبة وتلاقيها حلوة، لازم تخدميها في العجن. اي معجنات. طب انا هنا ايدي وجعتني وانا بعجن، اعمل ايه؟ هلمها واغطيها بالطبق واسيبها حوالي لمدة دقيقة او دقيقتين. منها العجينة بتريح ومادة الجلوتين بتشتغل، ومنها انا بريح ايدي. هعجنها معاكم برضو. هتفضلي تعجني فيها كده. وبرضو انا مش هقطع المقطع بتاع مش هقص المقطع بتاع العجين، علشان برضو البنات اللي داخله جديد المطبخ. العجين سهل. بص، هي لسه العجينه بتقطع.
شايفين؟ طب هنا برضو هعرف العجينة اذا كانت عجنت حلو ولا لا، اعرفها ازاي؟ خليكي معايا وهقولك. هنا هفضل اعجن فيها. طب هوريكي بقى حاجة هنا عشان تعرفي العجينة لسه ما خدتش حقها في العجن. انا هنا القلبز كان مضايقني في العجن جدا. هتعملي ايه؟ هوريكي هنا دلوقتي. بصي بقى، هي كده العجينة لسه عايزة لها عجن تاني. بصي هنا ما بشدها ما بتتمطش معايا، بتقطع سنة. يبقى عايزة حوالي دقيقة او دقيقتين عجن. هفضل اعجن فيها وهوريكي اخر ما بعجن بتبقى العجينة عاملة ازاي. وهنا العجينة خلاص بقت تمام، بقت طرية ازاي. بصي طرية بقت حلوة ازاي. بصي بشدها بتبقى عاملة زي اللبانة، زي الاستيك مطاطية. في البولة اللي عجنتي فيها حطي رشة زيت، رشة زيت، رشة زيت خفيفة. وهنزل هحطها في البولة وهغطيها. هسيبها تخمر حوالي نص ساعة. لو احنا في الشتاء هتسيبيها ساعة، انا هسيبها تخمر بس ترفع نص ساعة، لاني برضو هتخمر بعد ما نقطعها. وهنا بعد حوالي نص ساعة، بص ببركة ربنا العجينة رفعت ازاي. هفضيها بقى على الرخامة واطلع منها الخمر، اطلع منها الهواء بتاع الخميرة. وهقسم العجينة نصين. هبرم العجينة كده وهبتدي اقطعها. لو عندك ميزان قطعيها من حوالي 20 جرام او 25. ما عندكيش ميزان بالنظر كده تعمليها زي الليمون الصغير. طبعا انا بقطعها بالنظر كده زي ما انتوا شايفين. هقطع كل قطعة والفها زي ما انت شايفة معايا كده زي الصورة الصغيرة. وهجيب صينية فيها رشة دقيق خفيفة واحطها. احطها على الناحية الناعمة، مش الناحية اللي انا صريتها فيها، لا الناحية الناعمة زي ما انتوا شايفين معايا كده. هخلي السرة بتاعتها دي من فوق. وببركة ربنا انا قطعت العجينة كلها. شايفين الكمية اللي طلعت لي من نص كيلو؟ حوالي 50 قطعة. بركة ربنا من نص كيلو دقيق. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. هجيب طبعا الحشو هنا الجبنة اللي انت عايزاها. هبتدي بأول واحدة انا قطعتها وهحطها على الناحية اللي انا سريتها فيها، مش الناحية الناعمة، وهبططها. معانا هنا الحشو الجبنة. طبعا احنا مش هنحط دي ولا نحط حاجة لان احنا كنا حاطين في الصينية من اول حاجة. معايا هنا الجبنة اللي تحبيها، جبنة اسطنبولي، جبنة براميلي، اللي تحبيها. انا حشيت بجبنة اسطنبولي اللي كانت متوفرة عندي. بس هنا في معلومة عايزة هقولها لك. لو هتستعملي جبنة اسطنبولي زي كده هتحطي عليها حتة جبنة فيتا خفيفة الملح وتهرسيها.
تعالوا هنا بقى في التركايه دي كده انا بلفها زي رغيف الفينو، هعملها معاكم. واهم حاجه هنا لازم تقفليها حلو قوي. شايفين؟ لازم تقفليها حلو قوي، لان لو ما قفلتهاش حلو الجبنه هتخرج منها ساعه الخمر. تقفليها من الجناب زي ما انتم شايفين كده، وما ادوس عليها قوي وما بططهاش لان هي هترتفع تاني. هعمل معاكم واحده تاني. معايا هنا صينيه دهنها دهنه زيت خفيفه، وهبتدي ارص فيها. هعمل معاكم واحده تاني. بلفها كده زي الرول بتاع الفينو بالظبط. شايفين؟ واقفلها تقفيل حلو، اهم شيء التقفيل. وهسيب مسافة بين كل واحدة وواحدة لان برضو لسه هيرتفع تاني وهيخمر. انا بوريكي انا بسايبة مسافة قد ايه. هنعمل كمان مع بعض واحدة. وهنا هوريكي السمك بتاع العجينة. بس انا مش عايزاها اكتر من كده، علشان برضو لو رفعتيها الجبنة هتخرج منها، لان هي قطعة كمان كده كده صغيرة. هلف واحدة معاكم تاني اهي زي ما انتم شايفين. واقفلها. معلش الكاميرا كانت مضايقاني في اليوم ده. هخلص بقى الكمية كلها وارجع لكم. وهنا ببركة ربنا بعد ما لفيناهم كلهم، عايزة اقولك مالولي صاجين كبار. بس ببركة ربنا من نص كيلو دقيق. شوف الكيلو النهاردة بكام. حاجة في بيتك حلوة نظيفة. عقبال انا ما لفيت الصاج الاولاني وخلصت ولفيت الصاج التاني كان خمر، عشان طبعا انتوا عارفين الجو حر. هنا بقى الدهان زي ما انت عايزه. انا هنا معايا معلقه لبن بودر، على معلقه سكر، على معلقه ميه. للناس اللي ما بتحبش تدهن ببيض، لو حابه بيض صفار بيضه، ومعلقتين لبن، وكيس فانيليا. لو عايزاها اقتصادي برضو معلقه سكر او معلقتين سكر ومعلقتين ميه. ممكن برضو كيس قهوه سريعه الذوبان ومعلقتين لبن. ممكن برضو معلقة عسل ومعلقة مية معاكي، يعني كذا اختيار ان انت تدهني بيه. وهنا لما تدهني بقى البوريك تخلي ايدك خفيفة عشان الخمر ما يهبطش. شايفين انا بعمل ازاي؟ حابة هنا بقى ترشي الوش سمسم، حبة البركة، زي ما تحبي. ممكن تدخليه الفرن من غير سمسم او حبة البركة، برضو ليكي الاختيار يعني. بس برضو الافضل وهي حبة البركة مفيدة جدا، والسمسم طبعا مفيد جدا. انا هنا هدهنها هرش عليها حبة بركة. وحاولي وانت بتدهني الوش وش الدهان ما توقعيش في الصينية عشان ما يحرقش. انا هنا بحط حاجات بسيطة من حبة البركة. شايفين شكله حلو ازاي؟ حاجات بسيطة جدا يعني، زي ما انت شايفة كده، مش بغرقها. تدي منظر، وفي نفس الوقت حبة البركة مفيدة. سمسم بيبقى جميل جدا، بس انا مكانش متوفر عندي سمسم. هتدخلي الصاج على حرارة 200
لمدة ربع ساعة. واثناء التسوية كل 3 دقايق بتدوري الصاج او الصينية. شايفين شكله حلو ازاي وجميل ازاي. وهنا بعد ما طلع، عايزه اقولك كان ريحته فحفحه في البيت جدا، ريحته جميله، والخبيز في البيت حلو قوي، والبوريك ده كان طعمه تحفه وشكله تحفه. وهش وجميل وحاجه في بيتك حلوه. اوريكي بس واحده فتحتها، بصي مفرغ ازاي وحلو جميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناه. سلام، باي باي.